اخص بالشكر الاهالي اللي بذلت مجهود عظيم علشان اولادها، وبشكر كل الانديه والفرق اللي شاركت في الدوره واللي كانت سبب في نجاح الدوره. بنقول مبروك للفرقه الكسبانه وهارد لك للفرقه الخسرانه، واهني المدربين على مجموعه لعيبه عظيمه، نماذج كويسه ان شاء الله يبقى مستقبلها هايل. ان شاء الله الدوره اللي جايه نشوف احسن واحسن. ارفع يا احمد شويه. ونتمنى للفايز النهارده نتيجه جميله جدا له واستحقاق، وان شاء الله باقي الفرق ان شاء الله السنه الجايه او الدوره اللي جايه ان شاء الله يكون ليها نصيب. وبشكر كل الناس المقيمه على نجاح الدوره، على الاجهزه اللي بتنقل، وعلى الجماعه بتوع الستيج، وعلى الهدايا الجميله المشرفه اللي قامت بيها اللجنه. شكرا لهم جميعا، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في الدوره اللي جايه باذن الله. شكرا. مساء الخير على الجميع، وتحياتي لكل اولياء الامور الموجودين. وانا سعيد ويشرفني وجودي في حفل التكريم لبطوله كبيره اللي احنا شفنا فيها لعيبه موهوبين. نتمنى ان ربنا يكرمهم مع اولياء امورهم ومدربينهم يوصلوا لاعلى المستويات ونشوفهم في منتخب مصر ان شاء الله. انا بس حابب اقول كلمه شكر لكل حد بيشتغل لخدمه الكره في مصر، وبالاخص مدربين البراعم، لان هو الاساس في نجاح الكره المصريه. بنتكلم كلنا حابين مصر تبقى في اعلى مستوى، مش هتقدر ننافس بطولات وفرق اوروبيه الا من خلال التاسيس للبراعم وبعد كده الناشئين. احنا شايفين المنتخبات بتاعتنا محتاجين يعني مجهود كبير جدا، تخطيط. هم 3 حاجات اساسيه لنجاح الكوره في مصر. اول حاجه الاساس والهوم او المكان الكبير اللي بينظم البطولات والدورات، اتحاد الكوره او وزاره الشباب، وبعد كده نقابه المهن الرياضيه، وبعد كده المؤسسات والانديه. لازم يبقى فيه لونج بلان وفي شغل تخطيط لمستوى الكرة في مصر، وده ان شاء الله يكون في المستقبل بشكل كويس. احنا بنشكر كل حد بيجتهد اللي هو يوصل لاعلى مستوى بفكره، وبشكر الكابتن محمد نبيه، ده من الشخصيات الجميله اللي انا بعتز بيها واشتغلنا مع بعض قبل كده، من الشخصيات اللي عنده فكر متطور وبيتمنى اللي يوصل لاعلى مستوى مع كل فريق العمل. انا بشكر كل اخواتي المدربين، الزملاء، رؤساء الاكاديميات او الانديه او اللي موجودين معانا، بشكر كل واحد فيكم. يعني مجهودكم ده احنا بنقدره وفوق راسنا كلنا. نفس الكلام بشكر كل اللعيبه اللي بتجتهد ودلوقتي عندهم مراحل مهمه في حياتهم، الدراسه والاهتمام بالتدريب، وفي حاجات كتير قوي من اولياء الامور تساعدهم اللي هو يوصلوا يبقوا ابطال، يلعبوا في منتخب مصر، يلعبوا في انديه على اعلى مستوى. ونصيحه لولي الامر، يعني ما تعملش يعني ضغط نفسي على ابنك، لان سلامته ونجاحه اللي هو يبقى ليدر في حياته او يبقى في المجتمع حد كويس، حد سوي، فسيبه يبقى هو طفل محتاج ليه انجوي، يعني يلعب ويبقى مبسوط ويستمتع. مش عايزين ضغط نفسي، سيب الولد يلعب، لان هي لسه حياته طويله في الكوره، لسه محتاج شغل كبير قوي، لازم نبقى سبورت ليه. انت عليك تشجيع، اهتمام، تغذيه، يعني انت محتاج تساعده بشغلك واهتمامك بيه ومتابعتك. سيب المتخصصين في مجالهم يشتغلوا كمدربين كرؤساء انديه، اسمع النصيحه. بس انت محتاج حاجتين مهمين جدا، اللي انت تعرف مستوى ابنك، وده حقك علينا كمدربين. يبقى احنا كمدربين في ناس كتير عندها يعني ضمير او عندهم اللي يقدر يقول لك ابنك مستواه ايه.
انا هعمل حاجه بس بسيطه باختصار لاولياء الامور، اسف لو خرجت بره، لكن هي حاجه مهمه ما اقدرش اقولها الا في محافل كبيره او بطولات بيبقى فيها كم كبير من اللعيبه. انا اسف ان احنا هنطول واحنا في وقت عندنا مدارس والحفل، بس هي حاجه مهمه جدا لثلاث حاجات. الاهتمام من الهوم اتحاد الكوره او رؤساء الانديه بالتخطيط لمستوى كويس يوصل لاعيبتنا لاعلى مستوى، دي مهمه بعيدا عن اولياء الامور، ليهم دور. الحاجه الثانيه المدرب، لازم احنا نطور نفسينا كمدربين يعني نوصل اللي احنا يعني فاقد الشيء لا يعطيه. لو انا ما عنديش الاهتمام كولي امر، او انا يعني المدرب ده لازم يكون كل حاجه، اب، ولي امر، اخ، صديق للولد، ومدرب قبل كل حاجه، اللي هو يعرف الولد ده ايه شخصيته، ايه محتاج، ايه يبقى سبورت ليه اكتر من الكوره. كل حد يقدر يدرب كوره، لكن مش كل حد يقدر يبني بني ادم وليدر وبطل يوصل للنهايه في المستقبل. هو ده الاساس اللي لازم نهتم بيه. ولي الامر عليه عامل مهم جدا، تشجيع لابنك، ما تحطش ضغط نفس عليه، اوعى تحطه في مقارنه مع محمد صلاح او غيره عشان ما يوصلش لمرحله يعني يأس او فشل او ضغط نفس عليه، لان ممكن يكون قدراته ما توصلش كده. انا اسف جدا طولت عليكم وكابتن كولي بيستعجلني. اتمنى نشوف كل اللعيبه اللي قدامنا في مستويات عاليه في منتخب مصر، وانا سعيد بوجودي في وسط اخواتي المدربين، وشكرا ليكم وشكرا لكل اولياء الامور للمره الثانيه، عليهم عامل مهم جدا، وشكرا للعيبه اولادنا اللي نشوفهم ان شاء الله في منتخب مصر، وشكرا يا كابتن محمد. شكرا يا كابتن علي. خلاص هنبتدي في تكريم الفرق، بس قبل ما نبتدي تكريم الفرق محتاجين نشكر كابتن مصطفى عبد الرحيم وكابتن حسن الجزاوي، دول من افضل حكام منطقه الجيزه، حكام درجه اولى. فاحنا مبسوطين ان انتوا جيتوا شرفتونا النهارده واضفتوا لليوم، يعني حقيقي انا ممتن ليكم جدا. هنبتدي دلوقتي في تكريم الفرق، وهنبتدي بمرحله 2014. المركز الثالث فريق تايجر، كابتن احمد علي. كابتن احمد التصوير تحت، التصوير تحت. يلا يا شباب، تصوير عند البانر. الفريق في 2014 بعد 10 مباريات وحصل على المركز الثاني، فريق فايكنج بقياده الكابتن معتز. سقفه كبيره وتحيه كبيره لفريق فايكنج. المركز الثاني فريق فايكنج. معتز. يا حبيبي ما ينفعش اقول امور، معلش احنا الفيديو كله لايف اصلا، يعني انت ممكن تخش تتفرج من على الفيديو. باشا لا امور فايتنج، ممكن نقعد بره بعد اذنك. او لا امور فايتنج، اللعيبه اللي تنزل تقف عند البانر هنا عشان يتصوروا بعد اذنك. بقول لك ايه، ادم احسن لعيب. ايوه ورا البانر يا ادم، ادم خش من ورا البانر كده يا حبيبي. انا قطع عليك. المركز الاول في مرحله 2014. يلا علاء، يلا علاء. لا مش دلوقتي. يلا يا مروان. المركز الاول
فريق فت بقيادة الكابتن اسلام، اتفضل. يلا علاء هيدا. اولياء الامور بعد اذنكم، اولياء امور فت بعد اذنكم. حازم على الباب، مش عايز حد يدخل خالص بعد اذنك. مع نهاية تكريم مرحلة 2014 كل مرحلة بيكون فيها جايزة أحسن لاعب وجايزة أحسن حارس. في كل مرحلة في جايزة أحسن لاعب وجايزة أحسن حارس. في 2014 هينزل الصوروا تحت يا كابتن اسلام بعد اذنك. كابتن الفرقة بياخد الكاس لوحده. كابتن معتز فايتنج ثواني عشان تكريم أحسن لاعب وأحسن حارس، ما نمشيش بعد اذنك. كابتن الفرقة يطلع يستلم الكاس. كابتن الفرقة، مين كابتن الفرقة؟ كابتن معتز. يلا كابتن الفرقة يطلع فوق يستلم الكاس ويجي ينزل يرفعه مع اصحابه. كريم بولي التصوير من فوق يستلم الكاس. انزل بقى تيجي تحت، تعالى تحت مع فرقتك. تعالى تحت مع فرقتك يا بطل. ثواني. مبروك فريق فت المركز الاول. مبروك فريق فت. فريق فت هيروح اخر الكورنر كده لو اولياء اموره محتاجين يتصوروا معاه، بس في الاخر في الكورنر. جايزة احسن لاعب في مرحلة 2014 ادم مصطفى فريق فايكنج. احسن لاعب ادم مصطفى. احسن حارس في 2014 مالك محمود فرقة فت. احسن حارس مالك محمود فرقة فت. مع نهاية تكريم فرقة 2014 احنا محتاجين نكرم كابتن مصطفى عبد الرحيم وكابتن حسن الجزاوي، نطلع نتكرم من على الستيج. تحية كبيرة جدا لكابتن مصطفى وكابتن حسن الجزاوي. احسن حكام في منطقة الجيزة خلوا كابتن زيكو ما يتكلمش النهارده. الحمد لله. والساعات الهمه. مرحلة 2013 المركز الثاني. مرحلة 2013 المركز الثاني فالنسيا كابتن زيكو. تحية كبيرة لفريق فالنسيا. المركز الثاني فريق فالنسيا. هننزل عند البانر هنا يا شباب. عند البانر هنا بالعصا. نقف عند البانر الاول يتصوروا تنفيذكم. مبروك فريق فالنسيا المركز الثاني.
بطولة الجيزة كاب. نضحك بقى يا شباب، نضحك، احنا عملنا بطولة جامدة جدا. يلا ولا قلت لك ايه؟ قول لي فت بقى ولا امورهم ما يمشوش. Do the rhythm electro is fine. It can, it's your moving on time. Electro, make you feel fine. Open your mind, feel it. المركز الأول في مرحلة 2013 صن ايجيبت، كابتن بندق وكابتن جمال الريس. ولفتة طيبة من فريق فالنسيا 2013 ممر شرفي. المركز الأول صن ايجيبت. كريم يعمل ايه ده؟ يعمل لهم ممر شرف. لا ولا أحسن لاعب ثواني كل مرحلة عمرية، كل مرحلة عمرية. كابتن جمال الريس فين؟ كابتن جمال، هو كابتن جمال الريس فين يا بندق؟ طب يلا يا كوتش اتفضل. كابتن الفرقة بقى كابتن بندق يطلع يستلم الكاس. كابتن الفرقة، خليهم تقفوا هنا خدهم ده. كابتن الفرقة يطلع يستلم الكاس. انزل تحت احتفل مع الفرقة بتاعتك. مبروك فريق صن ايجيبت 2013. احسن لاعب في مرحلة 2013 واحسن حارس، احسن لاعب سيف الحاوي صن ايجيبت. احسن حارس مودي فالنسيا. احسن حارس مودي. مرحلة 2012، مرحلة 2012 مرحلة 2012 فريق تايجر كابتن احمد علي. اتفضل تايجر. اتفضلوا تسليم الشهادات فريق تايجر. انا اسيب الحفله اطلع اقعد بره بره، اقعد بره اقعد بره، احنا بنيجي بعدين بكره مش وقته خالص. مبروك فريق تايجر. فرقة فت كابتن اسلام فريق فت ممكن نحتفل ورا شويه. المركز الثالث مسابقة 2012 لافيينا بلاتينم كابتن محمد صلاح. اتفضلوا استلموا شهادات. لافيينا بلاتينم كابتن محمد صلاح، اتفضلوا استلموا الشهادات. مبروك يا ابطال بالتوفيق. المركز الثاني فريق ميلان كابتن محمد ربيع.
اتفضل. كابتن صلاح ممكن نتصور عند البانر هنا. كابتن صلاح مش مشكلة. المركز الثاني فريق ميلان. على قد ما تقدر ممكن البنت يضرب فوق اللي ضرب في عينه بوظ الطريق. فريق ميلان هننزل نتصور تحت عند البانر. كابتن ربيع، كابتن ربيع بنتصور عند البانر بعد اذنك. فريق ميلان بنتصور تحت. 60 فريق يتصور قدامنا تحت. خدوا بالنا بقى. ودلوقتي اصحاب المركز الاول لاتسيو جول. صفقة جامدة جدا. لاتسيو جول. يلا كابتن ربيع بعد اذنك. يلا كابتن ربيع وانت قلعت النضاره دي يا كابتن ربيع كنت بتصور. لافينا جول المركز الاول قبل ما البطوله تخلص بثلاث مباريات. كابتن الفرقه يطلع يستلم الكاس. مراد كردي كابتن الفرقه يطلع يستلم الكاس. كابتن الفرقه يستلم الكاس. انزل احتفل مع زمايلك يا مراد. يلا يا مراد. مراد عايزك تحتفل على طريق شيكابالا. هنا بقى قدام الناس. نور المرة. مبروك 2012. يلا يا شباب، يلا يا شباب. مراد كابتن عمر هيروحوا هناك بقى يتصوروا بسرعة. أحسن لاعب في 2012 وأحسن حارس. أحسن لاعب آدم جرجاوي وأحسن حارس حمزة عطام. حمزة عاطر. حمزة اصحى من النوم بقى، يلا اطلع استلم الجايزة. أحسن لاعب آدم جرجاوي وأحسن حارس حمزة. مرحلة 2011 المركز الثاني لافينا بلاتينم. نقدر نطلع نستلم الجوائز. تحية كبيرة 2011. تحية كبيرة لفريق لافينا بلاتينم. بالتوفيق. تصوير قدام على البانر.
ودلوقتي اللحظة المرتقبة، أصحاب المركز الأول لافيانا جول! يلا يا مبسوط يا حاج. شكرا يا حاج. ايوه ايوه. كريم هنقف عند البانر ده يا كريم عشان نتصور. عمر ايه؟ بقول لك ايه؟ قول له حاول تصبر لحد ما يتصوروا. قول له حاول تصبر لحد ما يتصوروا. ما يجيبش الفريق اللي بعده. المركز الاول لافيانا جول. كابتن خالد، كابتن خالد زهران كابتن الفريق عشان يستلم الكاس. ناديله. انزل يا مجدي تحت مع زمايلك. تعالى قدام البانر كده يا مجدي. احمد يا مجدي انزل تحت من قدام البانر. قدام البانر يا احمد، قدام انت، قدام لعيبتك. مبروك مبروك كابتن خالد، كابتن عزام. احسن لاعب 2011 محمد انور. احسن حارس كريم محمد صالح. المركز الثاني مصر اكاديمي كابتن طاهر، اتفضل. اولاد امور اللي طالعين مع مصر اكاديمي طالعين ليه؟ ايه؟ انا نفسي انت ما تطلعش. تعالى تعالى. كابتن طاهر هنتصور عند البانر هنا بعد اذنك. كريم بالراحه يا كريم، بالراحه على الترابيزه يا كريم. المركز الاول لافيانا بلاتينم كابتن هاني، تحيه كبيره. كابتن نبيل انا اهو واحده واحده. المركز الاول لافيانا بلاتينم يجي عند البانر. كابتن الفرقه يبقى اخر واحد يا كابتن هاني بعد اذنك. شكرا لكم جميعا. 2011 بتتصوروا من غيرنا. هاجيلكوا انت هتديك المايك دلوقتي. كابتن الفرقه يطلع يستلم الكاس 2010
واخد المجال تعين 2010 كابتن الفرقه يطلع يستلم السيف. بتلاقي حد زي اصل زي في ميكت لا عارف افهم الشقاوي فاضل لك واحد فاضل لك واحد. الشمس السنة دي جنب بطني وقت صعب عليا ما كانش في مبروك يا شباب. هنحتفل هناك عند الدور الكبير اللي هناك او هناك مش مشكله. مرحله 2008 احسن لاعب في 2010 احسن لاعب 2010 عندنا جمال مصر، جمال محمد شمي، وعمر رضا ضد ايجل. عمر رضا يا محمد هيستلم مكان عمر رضا. المركز الاول مرحله 2008 فالنسيا كابتن زيكو. يلا يا ابطال خد 2013 تقف لكم ممر شرفي. مبروك 2008. مبروك يا جيمي، مبروك يا كابتن طاهر. كابتن فريدة لسه يطلع يستلم الكاس. كابتن فريدة لسه يطلع يستلم الكاس. كابتن جاسر تعالى تحت يا جاسر، بس اعتبر عمليتي كمان يا جاسر. مبروك احسن لاعب واحسن حارس 2008. احسن لاعب واحسن حارس 2008 جاسر احمد. 2008 احسن لاعب احسن حارس كريم بولت فالنسيا. جاسر احسن لاعب، كريم احسن حارس. شكرا ليكم جميعا، شكرا للساده الحضور، شكرا كابتن خواجه، شكرا كابتن علي الكومي، شكرا. احسن حارس كابتن فوزو. يلا روح. مبروك.
كابتن نبيه مدير البطولة لازم يطلع يتكرم على الستيج. كابتن نبيه، كابتن محمد نبيه يطلع يتكرم على الستيج. كابتن نبيه. تنساني ومن واجيلك انا جنبك صاحبك وحبيبك انا بنطك وتملي في جيبك وبصهلي المساك تحكي يا صاحب همومك تحرقني بعدلك يومك تلجألي وتحس بكونك وتكون عالي العال ما فرحتش غير على شفايفي اللي انبسط على دمي انا اللي ريحتي بتعلي معايا تحس بتأني كل شيء مرضي من غير الدنيا دوارة من غير تحس بخسارة احساس بان حاجة ناقصة وتتخيلني في سكارة وتتخيلني في سكارة انساك وصعب تنساني لا 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 معايا مفيش كلام تاني ما تتجلص باللمة اللمة دي اكل ما اتاكلش اغلب ما اتغلبش ارفض ما اترفضش حاسب ما اتحاولش اشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد الكلمه مني عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلق حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي عادي اللي فات مات كان هبوط حاد اليوم بيتعاد وعادي ما همنيش